فيلمنا بيبدأ بحكاية قديمة من الماضي، وبنروح لقرية مهجورة وبنشوف أهلها وهم مرعوبين جدا، وده بسبب الشياطين اللي كانوا بيظهروا من تحت الأرض وبيسرقوا الأرواح وبينقلوا قوتها لملكهم اللي اسمه كيما علشان يتغذى عليها. وبسبب اللي بيحصل ده أهل القرية بيفقدوا الأمل وبيكونوا مستسلمين تماما لمصيرهم المجهول. ولكن في 3 محاربات بيظهروا علشان يدافعوا عن أهل القرية، وبيبدأوا يطردوا الشياطين باستخدام صوتهم وأغانيهم عن الشجاعة والأمل. وقدروا إنهم يصنعوا درع اسمه الهونيمون علشان يحمي العالم من الشياطين. وبنعرف إن الدرع ده قوي جدا ومفيش أي حد بيقدر يخترقه، وبسبب كده الشياطين مبقوش قادرين يهاجموا البشر مرة تانية. وفي كل جيل بيتم اختيار 3 محاربات جدد علشان يحموا البشر وينقذوا العالم من الشياطين اللي فيه، وكمان يكملوا تنفيذ أعظم مهمة، وهي صنع درع جديد اسمه الهونيمون الذهبي، وإن ده لو حصل هيتم القضاء على كل الشياطين للأبد. وبنروح بعدها لوقتنا الحاضر وبنشوف واحدة ست اسمها سيلين، وبنفهم إنها كانت بتحكي الحكاية دي ل3 بنات، وبيكون وقع عليهم الاختيار علشان يكونوا محاربات الشياطين، وبتقول لهم إن لازم يكونوا جاهزين لتنفيذ المهمة اللي عليهم، وبتعرفهم إن بصوتهم وأغانيهم هيقدروا ينقذوا العالم. وبعد فترة طويلة بنشوف جمهور كبير وهو داخل حفلة معينة، وبتكون الحفلة دي عبارة عن جولة عالمية لفرقة اسمها هانتريكس، وبيبان إن الجمهور ده متحمس جدا علشان يشوف أعضاء الفرقة، واللي بتكون أول واحدة فيهم اسمها رومي، وبنعرف إنها المغنية الرئيسية ومؤسسة الفرقة. ومامتها كانت عضوة في فرقة غنائية مشهورة، ولكنها للأسف ماتت وهي في سن صغيرة وسابتها لوحدها، وعلشان كده سيلين أخدتها وربتها وساعدتها تكون فرقة الهانتريكس. أما تاني واحدة فبتكون اسمها زوي، وبنعرف إنها مغنية الراب وكمان مؤلفة الأغاني بتاعت الفرقة. وآخر واحدة بيكون اسمها ميرا، وبنعرف إنها مصممة الرقصات المميزة في كل الحفلات. وبنرجع تاني للجمهور اللي بيكون فرحان جدا بأجواء الحفلة، وبنشوف مدير أعمال الفرقة اللي اسمه بابي، وهو بيأكد على كل حاجة في تنظيم الحفلة. وبمجرد ما بيعرف إن الفرقة لسه ما وصلتش بيتصدم جدا، ولما بيبص على الخريطة بيلاقي إن طيارة الفرقة غيرت مسارها، فبيتصل بسرعة برومي وأصحابها وبيسألهم عن سبب تأخيرهم، وبيوضح لهم إن في جمهور كبير جدا مستنيهم، وبيقول لهم إنه حدد موقعهم على الخريطة ولكنه لاحظ إن طيارتهم غيرت المسار، وبكده هما بيبعدوا أكتر عن مكان الحفلة. فبتتصدم رومي هي وأصحابها وبيبصوا من الشباك، وفعلا بيلاحظوا إنهم بيبعدوا جدا عن مكان الحفلة، فبيشكوا في طاقم الطيارة وبيستغربوا من تصرفاتهم الغريبة. وقتها رومي بتكلم بابي وبتوعده إنهم هيوصلوا للحفلة في خلال دقايق. وبمجرد ما رومي بتقفل المكالمة بتروح تتكلم مع واحدة من الطاقم وبتسألها عن نفسها، بس بتشوف نقوش شكلها غريب على دراعها وبتفهم إنها شيطانة. وفجأة الطاقم كله بيتغير شكله وبيتحولوا لشياطين مرعبين، وساعتها رومي وأصحابها بيبدأوا يهاجموهم وهما بيغنوا، وبيقدروا يخلصوا عليهم واحد ورا التاني. وبسبب المعركة دي الطيارة بتتدمر بالكامل وبتكون على وشك إنها تقع. وقتها ال3 بنات بينطوا بسرعة وبينزلوا في مكان الحفلة، وبيبدأوا يغنوا قدام الجمهور اللي بيكون فرحان بيهم جدا. وبعدها بنروح لعالم غريب وبنشوف الشيطانة اللي كانت مع طاقم الطيارة وهي ماشية وسط مجموعة كبيرة من الشياطين، وبيبان إنها خايفة من اللي هيحصل معاها. وبعد شوية بتوصل لكيما اللي بيكون عبارة عن نار مخيفة، واللي بيتكلم معاها هو متضايق جدا لأن المحاربات هربوا منها، فبتعتذر له الشيطانة وبتقوله إن المحاربات دول بيمتلكوا قوة جبارة وعلشان كده هما مقدروش يهزموهم. فبيتعصب كيما وبيمسكها علشان يموتها قدام كل الموجودين، وبيفضل يتريق على كل الشياطين وبيقول لهم إن وجودهم ملوش أي فايدة، وبيعرفهم إن المحاربات دول لو قدروا يصنعوا درع الهونيمون الذهبي كلهم هينتهوا للأبد. وفجأة في شخص غريب بيظهر من بعيد، وبنعرف إنه شيطان واسمه جينو، وبيبدأ يغني وهو بيحكي قصة الشياطين لحد ما بيقرب من كيما هو والنمر بتاعه، وبيعرض عليه إن يساعده في القضاء على المحاربات، وبيشرح له إن عنده خطة جديدة يهاجمهم بيها من غير ما ياخدوا بالهم، وده من خلال السيطرة على الجمهور اللي بيساعدهم في صنع الهونيمون الذهبي. وفجأة جينو وأصدقائه بيتحولوا لشباب بشريين شكلهم جميل جدا، وساعتها كيما بيفهم خطة جينو وبيقتنع بيها، وبيسأله عن المقابل اللي هو عاوزه علشان ينفذ المهمة دي، فبيقول له جينو إن المقابل هو محو ذكرياته كلها. وبنرجع تاني لرومي وأصحابها بعد ما خلصوا الحفلة، وبنشوفهم وهم متحمسين جدا لأنهم قريب هينزلوا أغنيتهم الجديدة. وبعد شوية بابي بيقابلهم وبيقول لهم إنه فرحان بأدائهم في الحفلة جدا، وإن الجمهور كله انبهر بفقرة انفجار الشخص اللي كان متنكر على شكل شيطان. ووقتها بنفهم إن مفيش حد عارف حقيقتهم كمحاربات للشياطين. وفي الوقت ده بوبي بيشوف تقييم الجمهور للفرق، وبيفرح جدا لما بيلاحظ إن فرقة هانتريكس متصدرة القايمة. وبعد شوية رومي وأصحابها بيرجعوا للبيت وبيكونوا فرحانين، وده لأنهم هياخدوا أجازة طويلة علشان يرتاحوا فيها. وفي الوقت ده رومي بتسيبهم وبتدخل أوضة تغيير الملابس،
وبتنشر جزء من أغنيتهم الجديدة على كل المنصات من غير ما تقول لأصحابها، وبتختار زي معين علشان تلبسه وبترجع لهم من تاني. بس بمجرد ما بيشوفوها وهي لابسة الزي ده بيتصدموا جدا، وبيفهموا إنها نشرت أغنيتهم الجديدة من غير ما تقول لهم. وبكده لازم يجهزوا بسرعة علشان يصوروا البرومو للأغنية دي. وبعدها بوبي بيجي وبيقول لهم إن أغنيتهم الجديدة حققت نجاح كبير، فبيفرحوا جدا بالخبر ده وبيحتفلوا كلهم مع بعض. وبنشوف الجمهور وهو بيسمع الأغنية اللي بتكون انتشرت في كل مكان في العالم، وبيبان إنها عجبت كل اللي سمعها. وبنرجع تاني لرومي وأصحابها وبنشوفهم وهما بيتكلموا عن أغنيتهم الجديدة في لقاء تلفزيوني، وبيعلنوا إن أول عرض مباشر للأغنية هيكون النهاردة بالليل. وبعد شوية بنشوف زوي وميرا وهم متحمسين جدا لتصوير العرض. أما رومي فبتكون قاعدة لوحدها، وبيكون باين عليها الحزن الشديد، واللي فجأة بتقلع الجاكيت بتاعها وبيظهر على دراعها النقوش بتاعة الشياطين. ولكنها بالرغم من كده بتلبس الزي بتاعها وبتنزل علشان تصور العرض. وفعلا بيبدأ التصوير وبنشوفهم بيغنوا بحماس شديد جدا. ولكن فجأة رومي صوتها بيتغير وما بتكونش قادرة تغني زي الأول، وعلشان كده بتطلب من بابي إنها تاخد استراحة صغيرة. وبتدخل غرفة الملابس وبتحاول تهدي نفسها، وبتتصدم جدا لما بتبص في المراية وبتلاقي النقوش انتشرت في باقي جسمها، فبتخاف وبتخرج من الغرفة وبتجري بسرعة علشان تهرب من المكان. وأثناء ما هي بتجري في الشارع بتفتكر ذكرياتها وهي صغيرة، وقت ما كانت قاعدة مع سيلين قدام مقبرة والدتها، وسيلين بتشرح لها إنها واحدة من الشياطين لكنها مختلفة عنهم، وده لأن باباها بس اللي كان منهم. وبمجرد ما بتكتشف النقوش اللي موجودة على دراعها سيلين بتوقفها، وبتطلب منها تحاول تخبي النقوش دي طول الوقت، وبتعرفها إنها محاربة قوية زي والدتها ومش شيطانة زي والدها. وبتوضح لها إن بمجرد ما يتم صنع الهانمون الذهبي كل الشياطين هيتم القضاء عليهم للأبد، وكمان كل النقوش اللي موجودة على دراعها هتختفي تماما. وبعدها بنشوف رومي اللي بتكون كبرت، وبنشوف معاها ميرا وزوي وهما بيتحايلوا عليها علشان تروح معاهم الحمام العمومي، ولكنها بترفض وبتطلب منهم يروحوا لوحدهم. وبنفهم إنها مش عايزة تروح علشان محدش منهم يشوف النقوش اللي على دراعها. وبعدها رومي بتروح لسيلين وبتقول لها إنها عاوزة تعترف لأصحابها بوجود النقوش، ولكن وقتها سيلين بتمنعها وبتكون رافضة الفكرة تماما، وبتقول لها إنهم أكيد مش هيفهموا حاجة زي دي. وبنرجع تاني لوقتنا الحاضر، وبنشوف رومي وهي لسه بتجري في الشارع، وبيبان إنها متضايقة وزعلانة جدا بسبب اللي حصل معاها، وبتطلع فوق سطح واحد من المباني وبتفضل تغني بصوت عالي. ولكن فجأة صوتها بيتغير وما بتكونش قادرة تغني من تاني، فبتزعل أكتر لأنها بكده مش هتقدر تحارب الشياطين، وكمان لأنهم كانوا قربوا ينفذوا مهمتهم وينتهوا من صنع الهانيمون الذهبي. وبتتعصب رومي وبتخبط الأرض خبطة قوية بتأثر على الهانيمون بالكامل، فبتتصدم جدا من اللي حصل وبتفهم إن في حاجة غلط. وبعد شوية بترجع للبيت وبتقابل ميرا وزوي اللي بيقولوا لها إنهم كانوا قلقانين عليها، فبتعتذر لهم لأنها سابتهم ومشيت أثناء تصوير العرض. ولكنهم بيهونوا عليها وبيقولوا لها إن بابي هيحل المشكلة. ولكن فجأة بابي بيتصل بزوي وبيقول لها إنه مش قادر يعمل حاجة، وإن الجمهور بتاعهم متضايق جدا من اللي حصل. وقتها ميرا بتقفل المكالمة وبتقول لهم إن لازم يصوروا العرض خلال أيام. ولكن وقتها رومي بتفاجئهم وبتقول لهم إن صوتها فيه مشكلة، وإنها مش عارفة إذا كانت هتقدر تغني خلال الأيام دي ولا لأ. وفي الوقت ده زوي بتقول لهم إن مسابقة الجوائز اللي اسمها الأيدول قربت، وبتعرض عليهم إن يفوتوا المسابقة دي وياخدوا أجازة. ولكن وقتها رومي بترفض وبتقول لهم إن لازم يشتركوا في المسابقة دي، وده لأن الجايزة بتاعتها هتكون هي السبب في تقوية درع الهونيمون، وإن ده مهم جدا بالنسبة لهم وخصوصا في الفترة الجاية. فبتتأثر زوي بتقرب من رومي وبتحاول تهون عليها، وبتقول لها إن طول ما هما مع بعض هيقدروا يواجهوا أي مشكلة، وبتعرض عليها إنهم يروحوا لدكتور معين عنده علاج لكل المشاكل. وفعلا هما التلاتة بينطلقوا علشان يروحوا للدكتور ده، واللي بمجرد ما بيبدأ يكشف على رومي بيقول لها إنه لازم يعرف مشكلتها من البداية، وبيقول لها إن هي مخبية سر معين ولازم تقوله عليه علشان يساعدها. فبتتوتر رومي وبتحاول تخفي الإحساس ده قدام ميرا وزوي، وفعلا بتقدر تعمل كده وبتقوله إنها مش مخبية أي أسرار، وبتطلب منه علاج فعال علشان صوتها يرجع لطبيعته. وساعتها الدكتور بيحدد العلاج المناسب وبيديه ليها. بس بمجرد ما بيخرجوا من عند الدكتور بيلاحظوا إن في حد بيقرب منهم، فبيستخبوا بسرعة علشان محدش يشوفهم في المكان ده. ولكنهم بعدها بيتصدموا لما بيشوفوا 4 شباب شكلهم جميل، ووقتها ميرا وزوي بيبان عليهم إنهم معجبين بيهم جدا. أما رومي فبتكون متضايقة ومستغربة من رد فعل أصحابها، وبتطلب منهم يكملوا طريقهم علشان يمشوا من المكان ده. ولكن فجأة بتشوف شاب شكله وسيم جدا وبتنبهر من جماله الشديد، وبيبان قد إيه هي معجبة بيه، واللي بيجي يعدي من جنبها وبيخبط فيها فبتقع على الأرض هي والصندوق اللي فيه العلاج. وساعتها الشاب ده بيمدلها إيده علشان يساعدها، ولكنه فجأة بيسحب إيده وبيطلب منها تخلي بالها أكتر من كده. فبتتصدم رومي وبتتضايق جدا من اللي حصل، وبمجرد ما ال5 شباب بيمشوا من المكان
رومي وأصحابها بيرجعوا يلموا العلاج من على الأرض، بس فجأة بيسمعوا صوت غريب قريب منهم وبيروحوا في اتجاهه علشان يستكشفوا مصدر الصوت ده، وبيتصدموا بمجرد ما بيشوفوا ال5 شباب وهما بيغنوا، ووقتها بيبان على كل الموجودين في الشارع إنهم مستمتعين، وده على عكس ال3 بنات اللي بيكونوا متضايقين جدا منهم. وفجأة بيلاحظوا وجود النقوش على دراعاتهم وبيفهموا إنهم شياطين، ولما ميرا بتيجي تقرب منهم علشان تهاجمهم رومي بتمنعها وبتوضح لها إنهم مينفعش يعملوا كده في الشارع قدام الناس. وبمجرد ما العرض بينتهي بيطلع جينو وبيبدأ يتكلم مع كل الموجودين وبيقول لهم إنهم هيكونوا موجودين في عرض تلفزيوني بالليل، وبيعرفهم إن الفرقة بتاعتهم اسمها ساجا بويز، ووقتها كل الموجودين بيشجعوهم وبيكونوا فرحانين بيهم جدا ومتحمسين. أما البنات فبيكونوا متضايقين وبيقرروا إنهم يستعدوا علشان يحاربوهم ويخلصوا عليهم في أقرب وقت. ولما العرض التلفزيوني بيبدأ بنشوف فرقة ساجا بويز اللي بيلعبوا وبيتحدوا بعض، وبيبان إن الجمهور مستمتع جدا بتحدياتهم. ومن ورا الكواليس بنشوف رومي وأصحابها اللي بيقفوا وراهم علشان يراقبوهم وبيقرروا يهاجموهم بمجرد ما يخلصوا العرض. بس في الوقت ده جينو بيلاحظ وجودهم وبياخد الميكروفون من المذيع وبيقول للجمهور إن عندهم ضيوف مميزة، وفجأة بيرحب بفرقة هانتريكس وبيركز الأضواء عليهم، وساعتها رومي وأصحابها بيتصدموا جدا من اللي حصل. أما الجمهور فبيبدأ يحييهم وبيكون فرحان بوجودهم، فبتقلق رومي وبتبدأ تتكلم مع الجمهور وهي متوترة ومش عارفة تقول إيه، وبتعرفهم إنهم هنا علشان يهنوا فرقة ساجا بويز على نجاح أول أغنية ليهم. بس بمجرد ما الستارة بتاعة المسرح بتتقفل فرقة ساجا بويز بيجروا بسرعة ويحاولوا يهربوا من المكان، وساعتها رومي وأصحابها بيجروا وراهم ويطاردوهم، وبعد شوية بيوصلوا كلهم لحمام عمومي وهناك بيقدروا يحاصروهم. ولكن فجأة بيظهر عدد كبير من الشياطين اللي بيخرجوا من تحت الأرض وبيبدأوا يهاجموا رومي وأصحابها بمنتهى العنف. بس بالرغم من كده ال3 بنات بيتحدوا مع بعض وبيقدروا يخلصوا عليهم واحد ورا التاني. ولما رومي بتشوف جينو وهو بيهرب بتجري وراه لحد ما بتوصله وبتهاجمه بمنتهى الشجاعة علشان تخلص عليه. وبنرجع تاني لميرا وزوي اللي بيتصدموا لما بيلاحظوا إن درع الهونيمون بدأ ينهار وبيخرج منه عدد كبير جدا من الشياطين اللي بينقضوا عليهم ويهاجموهم. وفي الوقت ده بنشوف رومي وهي بتحارب جينو اللي بيضربها ضربة قوية وبتسبب إن الزي بتاعها بيتقطع، ولكن بالرغم من كده رومي بتقدر تتصدى ليه وبتضربه هي كمان ضربة قوية جدا وبيقع على الأرض وبتحاصره بالسيف بتاعها علشان تقتله. وعلى آخر لحظة جينو بيلاحظ وجود النقوش اللي على دراعها فبتقلق جدا لأنه عرف حقيقتها، ولما جينو بيلاحظ إنها فقدت تركيزها بيقدر إنه يحرر نفسه منها وبيكون مستغرب جدا من إنها محاربة وفي نفس الوقت شيطانة. وفي اللحظة دي الجدار اللي جنب رومي بينهار وساعتها رومي بتشوف ميرا وزوي هما بيحاربوا الشياطين، وبمجرد ما بيشوفوها بيطلبوا مساعدتها لأن الشياطين عددهم كبير جدا وهما مش قادرين يتصدوا ليهم لوحدهم. بس رومي بتتوتر وبتخاف إنهم يعرفوا حقيقتها بسبب النقوش اللي على دراعها، وبرغم من إن الشياطين بيكونوا على وشك إنهم يموتوا ميرا وزوي إلا إن رومي بتكون مرعوبة جدا ومش عارفة تعمل إيه أو تتصرف إزاي. وفجأة جينو بيجري بسرعة وبيقرب من رومي وبيحضنها، وساعتها بنفهم إنه كان بيربط قماشة على الجزء المقطوع من الزي بتاعها، وده علشان ميرا وزوي وما ياخدوش بالهم من النقوش اللي على دراعها. وبعدها رومي بتجري بسرعة وتهاجم الشياطين بالسيف بتاعها وبتقدر تحرر أصحابها على آخر لحظة وبيتحدوا سوا وبيقدروا يخلصوا عليهم كلهم. وبمجرد ما المعركة بتنتهي بيجي راجل عجوز وبيزعق لرومي وأصحابها، وده لأنهم موجودين في حمام عمومي ولكن للرجال فقط، فبتتوتر رومي وأصحابها وبيخرجوا بسرعة من الحمام. أما الراجل العجوز فبيرجع يقعد في مكانه من تاني، وفي الوقت ده في شيطان بيظهر من وراه وبيسرق روحه. وبنرجع تاني لجينو وبيكون ماشي لوحده في الشارع وبيفضل يفكر في رومي ومستغرب ازاي هي محاربة وفي نفس الوقت شيطانة. وفجأة بيحس بإحساس غريب وبيلاحظ إن النقوش اللي على دراعه بدأت تنور، وبعدها بيتسحب وبيقع في العالم الغريب. وبمجرد ما بيفوق بيقوم من مكانه بيكتشف إنه رجع للعالم بتاعه، وبيشوف أصحابه وهم واقفين وسط جمهور كبير من الشياطين اللي بيفرحوا لما بيلاحظوا وجود روح طايرة في السماء، واللي بمجرد ما بتوصل لكيما بيتكلم مع جينو وبيقوله إنه ما كانش متخيل إن خطتهم هتنجح بالشكل ده، فبيعرفوا جينو إن دي كانت البداية مش أكتر، وبيوعده إنه هيسرق له أرواح كتير بمجرد ما يرجع يكمل مهمته. ولكن وقتها كيما ما بيهتمش بكلامه ولا بالأرواح، وبيعرفوا إن في واحدة من المحاربات عندها النقوش بتاعته ولكنه للأسف مش قادر يسيطر عليها، فبيقوله جينو إن المحاربة دي بتحاول تخفي سر معين وإنه بمجرد ما يعرف السر ده هيستغله علشان يقضي بيه على المحاربات للأبد. وبنرجع تاني لرومي وأصحابها وبيكونوا مصدومين جدا لأن درع الهونيمون لونه متغير وكمان شبه متدمر، وبتقول لهم رومي إن كيما عارف إنهم كانوا على وشك صنع الهونيمون الذهبي وعلشان كده بعت لهم فرقة من الشياطين تعطلهم وتدمر كل اللي هما بيعملوه. وفجأة بابي بيدخل عليهم وبيبلغهم إن في حاجة مهمة لازم يعرفوها، وهي إن فرقة ساجا بويز اتشهرت جدا بعد العرض التلفزيوني وبقى ليهم عدد كبير من المعجبين حوالين العالم،
وساعتها بيكونوا متضايقين ومش عارفين يعملوا إيه، بس رومي ما بتستسلمش وبتفضل تشجعهم وبتقول إن أهم حاجة ممكن يعملوها علشان يحافظوا على جمهورهم هي الفوز في مسابقة الأيدول، وعلشان يقدروا يعملوا كده لازم يقدموا عرض مميز جدًا، وبكده هيقدروا يقضوا على فرقة ساجا بويز للأبد. وبتطلب من زوي تألف لهم أغنية جديدة، وكمان ميرا تصمم رقصات مختلفة، وساعتها بيكونوا متحمسين جدًا للمسابقة دي. وبعد شوية رومي بتدخل أوضتها وبتقرر تاخد العلاج اللي الدكتور نصحها بيه، بس بتكتشف إنه عصير عنب ومش علاج ولا حاجة. وبعدها بتبص على السرير وبتشوف القماشة اللي جين ربطها على دراعها، وبتفتكر وهو مستغرب من إنها محاربة وفي نفس الوقت شيطانة. وبتتفاجئ لما بتشوف طائر غريب واقف على طرف البلكونة، ولما بتقرب منه بتلاحظ إنه لابس قبعة وبتستغرب جدا من شكله. وفجأة النمر بتاع جينو بيخرج من بين الأشجار، فبتخاف رومي وبتستعد بالسيف علشان تهاجمه، ولكنها بعد شوية بتكتشف إنه مسالم جدا، وبتهدى وبتحاول تطمنه. وبعدها بتسأله هو مين وليه جالها لحد هنا، وساعتها النمر بيديها جواب كان مخبيه بين أسنانه، ولما بتفتحه بتتفاجئ إنه من جينو، وبتعرف إنه عاوز يقابلها ضروري. وفجأة في بوابة بتتكون على الأرض وبتبلع النمر وكمان الطائر، وبعد شوية بنشوف النمر والطائر وهما بيطلعوا من تحت الأرض وبيمشوا. وساعتها بتقرر تقابل جينو وبتمشي وراهم لحد ما بيوصلوا لمدخل بيت معين، وفجأة في بوابة سحرية بتتفتح وبتسحبهم جواها. ومن بعيد بنشوف رومي وهي مراقبة كل اللي بيحصل، بس فجأة بتاخد بالها من وجود جينو فوق سطح البيت اللي قدامها، فبتجري بسرعة وتتسلل من غير ما تعمل أي صوت لحد ما بتقرب منه وبتنطلق بسرعة وهي ماسكة السيف وبتهجم عليه، وبتقدر إنها تقسمه لنصين. ولكن وقتها بتكتشف إنها هجمت على دمية على شكل جينو مش أكتر. وبمجرد ما جينو الحقيقي بيظهر، رومي بتهاجمه بالسيف بتاعها، بس هو بيقدر يتفادى كل هجماتها وبيحاول يهديها، وبيقول لها إنه طلب يقابلها علشان يتكلم معاها عن النقوش اللي على دراعها. وبمجرد ما بتهدى بيقول لها إن ميرا وزوي أكيد ما يعرفوش حاجة عن النقوش بتاعتها دي، وبيعرفها إنه حاسس بيها وبقد إيه هي متضايقة، وده بسبب إنها مخبية سر زي ده على أصحابها القريبين. فبتتعصب رومي وبتقوله إن الشياطين ما بتحسش أصلا، ولكن وقتها جينو بيزعل جدا وبيقول لها إن ده مش حقيقي، وإن كل الشياطين دايما حاسين بالعار والبؤس من إن كيما بيسيطر عليهم. وبيقرر يحكي لها قصة حياته من البداية، وبيقول لها إنه من حوالي 400 سنة كان عايش مع عيلته الفقيرة حياة بائسة جدا، وما كانش بيملك أي حاجة غير صوت جميل وعود قديم. وساعتها قرر يعزف عليه في الشارع علشان يقدر يجيب أكل لعيلته، ولكنه للأسف حاول كتير وفشل. ووقتها حس باليأس الشديد وما كانش عارف يعمل إيه تاني أو يتصرف إزاي. بس في الوقت ده كيما ظهر له وعرض عليه إنه يساعده، وبمجرد ما جينو وافق على عرضه حياته هو وعيلته بدأت تتغير للأفضل. ولما الملك عرف بصوته الجميل قرر إنه ياخده هو وعيلته علشان يعيشوا معاه في القصر، وفي الوقت ده حالهم اتغير وحياتهم بقت سعيدة جدا. وبعد فترة جينو راح يبص على نفسه في المراية ولاحظ ظهور نقوش كتير على دراعه، وبدأت تنتشر بسرعة كبيرة لحد ما ملت جسمه بالكامل، وعلشان كده اتحكم عليه بالنفي لعالم الشياطين، وفضل مسجون هناك لفترة طويلة جدا. وبسبب اللي حصل له ده عيلته خسرت كل حاجة، ولأنه مبقاش موجود معاهم وضعهم بقى أصعب بكتير من اللي كانوا عليه الأول. ومن وقتها وذكرياته بتطارده لأنه خذل عيلته، وكمان كيما كل شوية بيفكروا إنه تخلى عنهم. وأثناء ما هو بيحكي بنشوف رومي وهي متأثرة جدا، وساعتها جينو بيقرب منها وبيقول لها إنها مخبية سر كبير، وإن النقوش بتاعتها بتفكرها بيه، وبيطلب منها تحكيله عليه علشان تقدر تواجه حقيقتها كشيطانة. فبتتعصب رومي وبتهدده بالسيف بتاعها، فبيقول لها إنها بتحاول تنكر حقيقتها مش أكتر، وبيعرفها إنها لو حبت تحكي في أي وقت هو هيفضل مستنيها. فبتتضايق رومي وبتتعصب أكتر وبتهاجم جينو بالسيف بتاعها، ولكنه فجأة بيتلاشى وبيختفي تماما من قدامها. فبتتعصب أكتر، ولكنها بعد شوية بترجع للبيت وبتقعد مع أصحابها، وبيتدربوا هما التلاتة على الأغنية اللي هيغنوها في مسابقة الأيدول. ولما رومي بتغني صوتها بيتغير وما بتكونش قادرة تكمل، فبتهديها زوي وبتطلب منها ترتاح لحد ما يجي ميعاد المسابقة. وبنروح بعدها لمسابقة تكريم الفرقة الأكثر استماعًا في الأسبوع، والغريب إن فرقة ساجا بويز هي اللي بتكسب الجايزة. والأسبوع اللي بعده بنشوف فرقة ساجا بويز وفرقة هانتريكس في المسابقة، والمفاجأة إن الأسبوع ده فرقة هانتريكس هي اللي بتكسب الجايزة، والمنافسة بين الفرقتين بتكون قوية جدًا. وفي نفس الوقت ده بنشوف رومي وأصحابها وهما بيهاجموا الشياطين اللي بتظهر للبشر، وبيقدروا يقضوا عليهم كلهم. ولكن للأسف فرقة ساجا بويز شعبيتها بتنتشر أكتر، وبيبان إنهم بقوا محبوبين أكتر من فرقة هانتريكس. وفي يوم من الأيام بنشوف رومي وأصحابها وهم عاملين حفلة توقيع للمعجبين، وفجأة فرقة ساجا بويز بتوصل للمكان وبتقرر تنضم لهم. وساعتها رومي وأصحابها بيكونوا متضايقين جدا من وجودهم، وبيقعد جينو جنب رومي وبيبدأ يتكلم معاها، بس في واحدة من المعجبين بتقاطعهم وبتقول لهم إنها كانت متأكدة إنهم مرتبطين،
فبتتصدم رومي هي وجينو لما بيسمعوا الكلام ده، وبمجرد ما المعجبة بتمشي جينو بيرجع يكمل كلامه مع رومي اللي بتقوله إنها مستحيل يكون ليها علاقة بشخص بيساعد كيما. فبيتضايق جينو وبيحاول يفهمها إنه بيساعد نفسه، وده لأنه اتفق مع كيما إنه هيساعده مقابل يمحو ذكرياته، وبيشرح لها إنه بكده هيقدر يتحرر من سيطرة كيما للأبد. بيسألها عن النقوش بتاعتها وبيطلب منها تحكيله عن السر اللي مخبياه، وساعتها رومي بتتضايق وبتتعصب جدا وبتضربه في رجله علشان يسكت. وبعد شوية الحفلة بتخلص، بيروح بابي يتكلم معاهم وبيوريهم صورة منتشرة على كل المواقع، وهي صورة جينو وهو قريب من رومي، وبيكونوا كل المعجبين معتقدين إنهم مرتبطين ببعض. وبالليل بنشوف رومي وهي بتتدرب على كلمات الأغنية اللي هتغنيها في مسابقة الأيدول، ووقتها النمر والطائر بيكونوا موجودين معاها في غرفتها علشان يوصلوا لها جواب جديد من جينو اللي بيطلب فيه إنها تقابله في أسرع وقت ممكن. وفجأة ميرا بتخبط على الباب، وساعتها رومي بتتخض جدا وبتحاول تخبي النمر وبتقوله يمشي بسرعة، وبتروح تفتح الباب لميرا اللي بتدخل للغرفة، وبتستغرب لما بتعرف إن رومي غيرت في كلمات الأغنية بتاعتهم، وبتلاحظ إنها مسحت كل الكلمات اللي فيها كراهية للشياطين وللنقوش بتاعتهم. فبتتضايق جدا وبتقول لرومي إنها اتغيرت كتير عن الأول. بس في الوقت ده رومي بتاخد بالها إن النمر لسه موجود، فبتحاول تخبيه بأي طريقة من غير ما ميرا تاخد بالها. وساعتها ميرا بتقول لها إنها متأكدة إن هي مخبية حاجة عليها، ولكن وقتها رومي بتوضح لها إنها مش مخبية أي حاجة. فبتهدى ميرا وبتعتذر لرومي علشان شكت فيها وبتسيبها وبتخرج، وبيبان إنها مش مقتنعة بكلام رومي اللي بتبعت جواب لجينو بميعاد المقابلة مع النمر بتاعه. وفي اليوم اللي بعده بنشوف فرقة ساجا بويز وهما بيصوروا فيديو وبيشكروا فيه الجمهور بتاعهم ومعجبينهم، وده لأنهم وصلوا ل50 مليون متابع في حساباتهم على مواقع السوشيال ميديا. وكمان بيشكروا فرقة هانتريكس على دعمهم الشديد خلال الفترة اللي فاتت. وبالليل بنشوف جينو وأصدقائه بيرجعوا لشكلهم الطبيعي وبيسرقوا أرواح المعجبين ويبعتوها لكيما علشان يتغذى عليها. وبنشوف المذيعة في الأخبار وهي بتقول إن نسبة المفقودين وصلت ل3 أضعاف خلال آخر 24 ساعة. وفي اليوم اللي بعده جينو بيروح يقابل رومي اللي بتيجي وبتعرفه إن في طريقة تانية ممكن يتحرر بيها من سيطرة كيما، وهي إنه يساعدها هي وفريقها علشان يفوزوا في مسابقة الأيدول، وده لأنهم لو فازوا في المسابقة دي الهرمون الذهبي هيكتمل تماما، وبكده هيقدر إنه يتحرر ويقضي على كيما وكل الشياطين للأبد. وكمان كل النقوش اللي على دراعها هتختفي ومش هتكون مضطرة تخبي أي أسرار. بس جينو بيسألها عن السبب اللي مخليها عاوزة تساعده، فبتقول لرومي إنه شخص طيب ومش شيطان شرير، وإنه كان عاوز يساعد عيلته بأي طريقة. وبتعترف له بالسر اللي هي كانت مخبياه، وبتقول له إن والدتها كانت محاربة أما والدها فكان شيطان. وقبل ما تكمل كلامها بتيجي ست عجوزة فجأة وبتقاطع كلامهم وبتقول لهم إنها بتبيع أساور مخصوصة للمرتبطين. فبيتصدم جينو وبيقول لها إنهم مش مرتبطين، وده لأنها مش النوع المفضل ليه في البنات. فبتتضايق رومي وبتقول له إن كل الناس معجبين بيها وبشخصيتها. وساعتها الست العجوزة بتقرب من رومي وبتديها صور مجاني وبتنصحها تدور على حد تاني مناسب أكتر علشان ترتبط بيه. ولما الست بتمشي رومي بتقرب الصور من جينو وبتطلب منه يقرر ويعرفها إذا كان اختارها هي ولا كيما. ولما جينو ما بيرضاش ياخد الصور رومي بتسيبه وبتمشي، ولكن فجأة جينو بيقرب منها وبيمسكها من إيدها، وساعتها بنفهم إنه اختارها هي مش كيما. ولأنه بيكون محرج جدا بيقول لها إنه وقفها علشان عاوز الصور، فبتديله رومي الصور وبتودعه وهي محرجة وبتسيبه وبتمشي. ووقتها بيظهر إن هما الاتنين وقعوا في حب بعض. وبعدها رومي بتتدرب مع أصحابها علشان يكونوا جاهزين لمسابقة الأيدول. بس فجأة رومي بتوقف غنى وبتقول لهم إن كلمات الأغنية مش عاجباها، وده لأنها فيها كراهية شديدة للشياطين وللنقوش بتاعتهم. وساعتها زوي بتتوتر وبتقول لها إنهم ممكن يغيروا أجزاء من كلمات الأغنية. أما ميرا فبتتصدم وبتقول لها إنهم فعلا بيكرهوهم جدا وإنهم مستحيل يغيروا كلمات الأغنية لأن مسابقة الأيدول ميعادها قرب جدا. وفي الوقت ده رومي بتعترض على كلامها وبتقول لها إنها مش حابة تغنيها من الأساس. بس قبل ما هما الاتنين يتخانقوا مع بعض بيحسوا بحاجة غريبة، ولما بابي بيوصل وبيجي يبص عليهم بيلاقيهم اختفوا تماما. وبنشوفهم وهما بيجروا فوق مترو الأنفاق وبيهاجموا الشياطين اللي بتبدأ تظهر من كل مكان. وفي الوقت ده ميرا بتتكلم مع رومي وبتقول لها إنها متغيرة بقالها فترة وإن في حاجة غلط هي مش فاهماها، وبتكون مستغربة من إنها بقت بتدافع عن الشياطين ومش بتبين كرهها ليهم، وده بالرغم من إنهم على وشك صنع الهرمون الذهبي. وبتسألها تاني إذا كان في سر هي مخبياه عليهم، وساعتها رومي بتحس بالضغط بسبب كلام ميرا، فبتتعصب جدا وبتعرفها إنها مش مخبية حاجة وإن هي مش حاسة بكده لأنها معقدة مش أكتر. فبتتصدم ميرا وبتزعل جدا من كلام رومي، بس زوي بتتدخل وبتهديهم وتطلب منهم يركزوا في مهمتهم ويبطلوا خناق. وفي الوقت ده في بوابة غريبة بتظهر في السقف وبيتصدموا لما بيشوفوا عدد كبير من الشياطين نازل منها، فبيستعدوا هما التلاتة وبينقضوا عليهم بمنتهى الشجاعة وبيخلصوا على عدد كبير جدا منهم.
ولكن وقتها رومي بتفتكر كلمات الأغنية وكلام جينو معاها فبتسرح لثواني، وفجأة في شيطان بيظهر وبيضرب رومي ضربة قوية بيوقعها على الأرض، فبتتصدم ميرا لما بتشوف اللي حصل، فبتنطلق بسرعة كبيرة وبتروح تلحقها على آخر لحظة، وبتضرب الشياطين ضربة قوية جدا وبتقضي عليهم كلهم. وبعد شوية رومي وأصحابها بيوصلوا للمحطة، وهناك ميرا بتتكلم مع رومي وبتقول لها إنهم لازم يكملوا تدريباتهم ويغنوا الأغنية، وده لأن مسابقة الأيدول هي آخر أمل بالنسبة لهم لصنع الهانمون الذهبي، وإن مهما كانت المشكلة اللي بتمر بيها هيقدروا يواجهوها طول ما هما مع بعض. وبمجرد ما ميرا بتمشي زوي بتكمل كلام مع رومي وبتعرفها إنها دايما كانت بتقف في صفها وبتدعمها في أي قرار، ولكنها المرة دي مش فاهمة إيه اللي بيحصل، وبتقول لها إنهم مش هيقدروا يفوزوا في المسابقة دي من غيرها، وبتسيبها وبتمشي هي كمان. وفي الوقت ده رومي بتحس بالذنب وبتفتكر جينو، وبالليل بنشوف جينو وهو واقف لوحده في الشارع وبيفضل يسترجع ذكرياته وبيفتكر اللي حصل لعيلته. وفي الوقت ده رومي بتجيله وبتسأله إذا كان فكر في العرض اللي هي عرضته عليه، فبيقول لها جينو إنه حاول يفكر فيه ولكنه للأسف مش هيقدر يساعدها. وفي اللحظة دي رومي بتقوله إنه فعلا ساعدها وبتحكيله إنها فضلت طول عمرها تحاول تخفي سر عن كل اللي حواليها، وإن بسبب ده كانت هتفقد أهم شيء في حياتها وهو صوتها، ولكنها بعد ما قابلته واتكلمت معاه صوتها رجع زي الأول. وفي الوقت ده جينو بيتأثر بكلامها وبيقول لها إن هي كمان ساعدته وحولته لشخص أفضل، وإنها خلته يواجه مخاوفه بدل ما يهرب منها، وبسبب كده قدر يتحرر من سيطرة كيما. وساعتها هما الاتنين بيبدأوا يغنوا وبيبان إنهم وقعوا في حب بعض أكتر، وبعدها بيوعدها إنه هيخلي فرقته تخسر في مسابقة الأيدول. فبتفرح رومي وبتقوله إن بكده هما الاتنين هيخرجوا فايزين وبتسيبه وبتمشي. بس في الوقت ده جينو بيحس بحاجة غريبة وبيتسحب فجأة وبيقع في العالم الغريب، وبمجرد ما بيفوق وبيقوم من مكانه بيكتشف إنه موجود في عالم الشياطين، وبيشوف أرواح كتيرة طايرة في السما متجهة ناحية كيما. ولما جينو بيبص على كيما بيتصدم لما بيلاقي شكله اتغير وبقى عملاق وضخم جدا، وساعتها كيما بيتكلم مع جينو وبيقوله إنه فاكر نفسه اتحرر من سيطرته، وبيعرفه إن ده مستحيل يحصل لأنه مقلهاش على الحقيقة، وبيبدأ يحكيله الماضي الحقيقي بتاعه وبيفكره إن خان عيلته وإنه سابهم وتخلى عنهم بعد ما عاش في قصر الملك، وبيطلب منه ما ينساش اتفاقهم وإيه اللي هيخلي ذكرياته لخيانة عيلته تطارده دايما. وفي الوقت ده جينو بيكون مصدوم ومرعوب جدا، وبنرجع لرومي وأصحابها وهم قاعدين مع بعض، ورومي بتتكلم معاهم وبتعتذر لهم على اللي عملته خلال الفترة اللي فاتت، وبتقول لهم إنها موافقة تغني الأغنية اللي هم عاوزينها. ولكن في الوقت ده ميرا وزوي بيعترفوا لها إن الأغنية فعلا ما كانتش مناسبة، وإنها ما قدرتش تجمعهم مع بعض وبالتالي مش هتقدر تجمع جمهورهم. ووقتها ميرا بتبدأ تحكي لزوي ورومي عن نفسها وبتعرفهم إن وهي معاهم تقبلت كل عيوبها وما بقتش بتحاول تخبيها. وساعتها زوي بتتدخل وبتقول لهم نفس الكلام، وإنها بعد ما انضمت ليهم حياتها اتغيرت وبقى ليها معنى حقيقي. فبتفرح رومي بكلام أصحابها وبتفضل تشجعهم وبتتفق معاهم على أغنية تانية علشان يغنوها في مسابقة الأيدول، وبتوعدهم إنهم بمجرد ما يفوزوا هياخدوا أجازة طويلة وكمان هيروحوا مع بعض الحمام العمومي اللي هم عاوزينه. وفي الوقت ده ميرا وزوي بيفرحوا وبيتحمسوا جدا وبيفضلوا كلهم يحتفلوا مع بعض. وفي اليوم اللي بعده بنشوف جمهور كبير متجمع علشان يحضر المسابقة، وبيبدأ المذيع يرحب بالجمهور وبيقدم فرقة ساجا بويز، ولكن الغريب إن مفيش حد منهم بيظهر. وبنشوف بابي اللي بيدخل غرفة تغيير الملابس بتاعة رومي وأصحابها وبيعرفهم إن أعضاء فرقة ساجا بويز بيتخانقوا مع بعض وبيطلب منهم يجهزوا بسرعة. وفعلا المذيع بيقدم فرقة هانتريكس للجمهور اللي بيتحمس جدا، وبتبدأ رومي هي وأصدقائها يغنوا أغنيتهم الجديدة، وبيبان إن الجمهور منبهر بيهم وفرحان جدا، وحتى بابي بيفضل يرقص معاهم وبيبقى كل حاجة ماشية زي ما هما مخططين. ولكن فجأة ميرا وزوي بيشوفوا شخصين وهما بيخطفوا بابي، فبينطلقوا هما الاتنين وبيجروا بسرعة وراهم علشان ينقذوه، ولكن بمجرد ما بيوصلوا لهم بيتفاجئوا لما بيتحولوا لمجموعة من الشياطين. وبنرجع تاني لرومي وبنشوفها وهي بتغني على المسرح وبيبان إن الجمهور فرحان جدا بأدائها. وساعتها رومي بتلاحظ إن درع الهانيمون الذهبي بدأ يكتمل وبتفرح جدا، ولكن فجأة النور بيقطع ورومي والجمهور بيتصدموا وبيستغربوا من اللي بيحصل. والغريب إن الأغنية اللي رومي ما كانتش حابة تغنيها بدأت تشتغل، وفجأة ميرا وزوي بيظهروا من وراها وبيبدأوا يغنوا وهما بيوجهوا كلمات الأغنية لرومي اللي بتكون مصدومة جدا ومش عارفة تتصرف ازاي. وبنرجع تاني لميرا وزوي الحقيقيين وبنشوفهم بيجروا علشان يرجعوا المسرح، وبكده بنفهم إن اللي بيغنوا مع رومي عبارة عن شياطين متنكرين على شكلهم. وساعتها الاتنين بيبدأوا يهاجموا رومي، وفجأة واحد منهم بيقرب منها وبيقول لها إن هي شيطانة وهتفضل شيطانة مهما عملت، وبيبدأوا يشدوا الزي بتاعها وبيقطعوه. ورومي بتتصدم وبتصرخ بصوت عالي جدا لدرجة إن كل مصابيح الإضاءة بتتكسر من شدة الصوت، وساعتها الجمهور كله بيتفاجئ من اللي حصل. وفي الوقت ده ميرا وزوي بيوصلوا للمسرح وبيتصدموا لما بيشوفوا رومي في الوضع ده، وبيلاحظوا وجود نقوش الشياطين على جسمها
بس رومي بتكون مرعوبة جدا وما بتبقاش عارفة تتصرف ازاي، فبتجري بسرعة وهي منهارة علشان تهرب من المكان. وفجأة بتقابل ميرا وزوي، وبتهدى لما بتفهم إن اللي كانوا معاها على المسرح دول هما الشياطين. بس في الوقت ده ميرا وزوي بيكونوا مصدومين وخايفين منها، وبيزعلوا جدا لأنها كانت بتكذب عليهم طول المدة دي. فبتحاول رومي تشرح لهم إن النقوش بتاعتها كانت المفروض هتختفي، وإن اتفقت مع جينو على كل حاجة علشان يساعدهم في صنع درع الهونمون الذهبي. ولكن وقتها ميرا وزوي بيلوموها على اللي هي عملته، وبيقولوا لها إنهم مش هينفع يفضلوا أصحاب بعد النهاردة. فبتتصدم رومي وبتفضل تترجاهم علشان يكملوا مهمتهم وما يتخلوش عنها، وبتعرفهم إنها شافت الدرع وهو بيتكون، وإنهم بكده خلاص على وشك إنقاذ العالم من الشياطين. بس لما بتلاحظ إنهم خايفين منها بتتعصب جدا، وبتوعدهم إنها هتصلح كل حاجة ولكنهم مينفعش يتخلوا عنها. بس بسبب اللي بيحصل ده درع الهونيمون بيبدأ ينهار، وساعتها ميرا وزوي بيضطروا يجهزوا أسلحتهم علشان يهاجموا رومي، اللي بتزعل جدا وبتعيط لأن أصحابها اتخلوا عنها وبتسيبهم وبتمشي. وبتفضل تجري وهي منهارة، وبتدور على جينو في كل مكان، واللي بمجرد ما بتشوفه بتهدى وبتروح تسأله إذا كان هو السبب في اللي حصل. فبيقول لها جينو إن كيما هو السبب ولكنه ساعده، وبيعترف لها إنه كذب عليها في كل حاجة قالها. فبتتصدم رومي بتقوله إنها واثقة إن كل اللي ما بينهم كان حقيقي، ولكن وقتها جينو بيعرفها إن كل اللي قاله ليها ده كان علشان يخليها تثق فيه بس مش أكتر. وساعتها رومي ما بتكونش مصدقاه، وبتقوله إنه شخص طيب ومش شيطان شرير. ولكن فجأة جينو بيتعصب وبيعترف لها إنه كان بيكذب، وإنه خان عيلته وضحى بيهم، وإن هو ده كان الاتفاق اللي مع كيما علشان يخلصوا من حياته البائسة اللي كان عايشها. بس رومي بتحاول تقنعه إن ده مش حقيقي، وبتقوله إن أكيد كيما هو اللي كان مسيطر عليه. وفجأة درع الهونيمون بينهار مرة تانية، وبسبب كده جينو بيقول لها إنها شيطانة زيه بالظبط، وإنها لازم تفضل عايشة وهي فاهمة حاجة زي كده، وبيعرفها إنهم يستحقوا كل اللي حصل لهم وبيسيبها وبيختفي. فبتتصدم رومي من كلام جينو وبتمشي وهي مشتتة جدا. وفي الوقت ده بنشوف بابي وهو زعلان ومتضايق، وده لأن تقييم الجمهور لفرقة هانتريكس نزل للمركز العاشر. أما ميرا وزوي فبنشوفهم وهما مصدومين جدا لأن درع الهونيمون بدأ ينهار تماما، وبيتفاجئوا لما بيشوفوا مذيعة الأخبار وهي بتتكلم عنهم، وبتقول إن مسابقة الأيدول تم إلغائها بسبب اللي حصل بين أعضاء فرقة هانتريكس، وبتعلن إن اللي فاز في المسابقة هي فرقة ساجا بويز. وفجأة فرقة ساجا بويز بتظهر على الشاشات في الشوارع، وبيبدأ جينو يتكلم مع الجمهور وبيقول إنهم أكيد حاسين بالزعل بسبب انفصال أعضاء فرقة هانتريكس، وعلشان كده هم قرروا يعملوا لهم عرض مباشر في قاع وسط المدينة. وفي الوقت ده ميرا وزوي بيكونوا مصدومين جدا، ولما زوي بتحاول تدور على حل لمشكلتهم ميرا بتوقفها، وبتقول لها إن بكده فرقتهم وصداقتهم انتهت للأبد. فبتزعل زوي من كلام ميرا، ولكنها بتقتنع وبيتفرقوا هما الاتنين عن بعض وبيمشوا. وفي مكان بعيد وتحديدا في الغابة بنشوف سيلين وهي واقفة قدام شجرة معينة، وفجأة رومي بتيجي وبتقول لسيلين إنها كانت فاكرة إنها هتقدر تنقذ العالم، ولكنها للأسف ما قدرتش تعمل كده وكمان دمرته. وبتعرفها إن ميرا وزوي شافوا النقوش بتاعتها وعرفوا حقيقتها، وبترفع السيف بتاعها لسيلين وبتطلب منها تعمل اللي كان المفروض تعمله من البداية. وفجأة درع الهونيمون بينهار، وبتتصدم سيلين من اللي حصل، ولكنها بالرغم من كده بتقرب من رومي وبتعرفها إنها مش هتقدر تأذيها، وبتحكي لها إن قبل ما مامتها تموت هي وعدتها إنها هتحمي بنتها، وإنها طول عمرها بتحاول توفي بوعدها. وبتقول لها إن كل حاجة ممكن تتصلح، وإنها هتساعدها، وهتعرف ميرا وزوي إن كل اللي حصل ده كان مجرد وهم، وإن كيما هو اللي عمل كده علشان يفرقهم عن بعض. فبتتعصب رومي وبتقول لها إنها مش هتخبي أسرار تاني. وساعتها سيلين بتشرح لها إنهم كانوا بيخبوا عيوبهم ومخاوفهم علشان يحموا درع الهونيمون. فبتتضايق رومي وبتقول لها إنها فضلت طول عمرها تحاول تحمي الدرع ده، لكن لو هو السبب اللي حياتها اتدمرت عشانه فهتكون فرحانة وهي بتشوفه بينهار. فبتتصدم سيلين من الكلام ده وبتسيبها وبتختفي. وبنرجع تاني لكيما وبنشوفه وهو بيتكلم مع جينو، وبيسأله إذا كان جاهز علشان يمحو كل ذكرياته. بس في الوقت ده النمر بيقرب من جينو وبيديله السوار اللي رومي اديتهوله، وساعتها جينو بيسترجع ذكرياتهم سوا وبيفتكر الوقت اللي قضاه معاها. وفي نفس الوقت ده بيبدأ العرض بتاع فرقة ساجا بويز، وبنشوف الجمهور كله وهو متحمس جدا ما عدا ميرا وزوي. وفجأة فرقة ساجا بويز بيطلعوا على المسرح وبيظهروا بشكلهم الحقيقي، وبيغنوا للجمهور بشكل غريب علشان يسيطروا عليه. وكمان كيما بيظهر من وراهم وبيستعد علشان يسرق أرواح كل الجمهور. وقبل ما الأرواح توصل لكيما بتيجي رومي فجأة وبتقاطع جينو، اللي بيتصدم جدا لما بيشوفها وبيسمع صوتها. وفجأة كل حاجة بتقف وبيبدأ كيما يتكلم مع رومي، وبيقول لها إنها مش هتقدر تنقذ العالم، وده لأنها حتى ما قدرتش تنقذ نفسها، وإن دلوقتي كل اللي حواليها عرفوا حقيقتها اللي كانت مخبياها. وكمان درع الهونيمون اللي كانت بتحاول تحميه انهار تماما. بس برغم من اللي بيقوله ده رومي ما بتستسلمش وبتبدأ تغني بصوت عالي وهي بتحكي كل أسرارها. وفي الوقت ده ميرا وزوي بياخدوا بالهم منها وبيفوقوا من سيطرة كيما،
وبتبدأ أرواحهم تنور وبيقربوا من رومي علشان يساعدوها، وفعلا هما الاتنين بينضموا ليها وبيبدأوا يغنوا معاها، فبيتعصب كيما لأن الأغنية اللي هما بيغنوها بدأت تأثر على قوته، وبيخرج شياطين كتير من تحت الأرض علشان يشتتوهم، ولكن وقتها رومي وأصحابها بيتحدوا مع بعض وبيبدأوا يهاجموهم، وبسبب الأغنية اللي هما بيغنوها الجمهور بيفوق من سيطرة كيما، وكمان أرواحهم بتبدأ تنور، وساعتها رومي وأصحابها بيقدروا يقضوا على كل الشياطين وبيروحوا يحضنوا بعض، وفي الوقت ده كيما بيتعصب جدا وبيأمر جينو وأصدقائه إنهم يهاجموهم، وساعتها ميرا وزوي بينطلقوا وهم بيغنوا وبيقدروا يتصدوا ليهم، ولما كيما بيشوف اللي بيحصل ده بيتعصب أكتر وبيبدأ يهاجم رومي اللي بتقدر تحمي نفسها بالسيف بتاعها وبتحاول تتصدله بأي طريقة، بس وقتها بيبان إن كيما قوي جدا وبيكون على وشك إنه يقضي عليها، ولكن فجأة هجوم كيما بيقف وساعتها رومي بتكتشف إن جينو هو اللي عمل كده، وده بعد ما قرر إنه يدافع عنها بنفسه علشان يحميها، ولما رومي بتشوف اللي حصل ده بتخاف جدا على جينو وبتطلب منه يبعد، ولكن وقتها جينو بيرفض وبيعتذر لها لأنه خذلها وتخلى عنها، وبيعترف لها إنها فعلا قدرت تغيره ورجعت له روحه من تاني، وعلشان كده هو قرر يرد لها اللي هي عملته ويضحي بروحه علشانها، وفجأة جينو بيموت وبيتلاشى قدامها لحد ما بيختفي تماما، فبتتأثر رومي وبتعيط وبتزعل جدا على فراق جينو، وعلشان كده بتقرر تنتقم وبتبدأ تهاجم كيما بكل عنف، وبتفضل تغني هي وأصحابها وبيوحدوا أرواح كل الجمهور اللي بينضم ليهم وبيبدأ يغني معاهم بصوت عالي، وبسبب اللي حصل ده الأرواح بتتجمع على كيما وبتقضي عليه تماما، وفجأة درع الهونمون الذهبي بيكتمل وبينتشر في كل مكان، وساعتها الجمهور بيفرح وبيتحمس جدا وبيفضل يغني مع رومي وأصحابها اللي كانوا فرحانين لأنهم قدروا ينقذوا العالم من الشياطين للأبد. وبعد فترة من اللي حصل ده بنشوف رومي وأصحابها وهم متجمعين في الحمام العمومي وبيكونوا فرحانين جدا لأنهم هيقدروا ييجوا براحتهم خلال فترة الأجازة، وبيفضلوا هما التلاتة يتكلموا وبيعترفوا إنهم بيحبوا بعض جدا، وبعد شوية بنشوفهم وهما ماشيين في الشارع وبيحتفلوا بالأجازة بتاعتهم، ولكنهم لما بيشوفوا المعجبين بتوعهم من بعيد بيتحمسوا جدا وبيقرروا ينهوا فترة الأجازة علشان يرجعوا يغنوا من تاني. وأخيرا رومي وأصحابها بيتعلموا المعنى الحقيقي للتعاون والصداقة بعد ما خاضوا مغامرة خطيرة علشان ينفذوا مهمتهم وقدروا إنهم يقضوا على كل الشياطين وينقذوا العالم. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس علشان الحواديت الجاية ما تفوتكوش أبدا، ونتقابل في حدوتة جديدة. باي باي.